السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. زي ما احنا شايفين كده النهارده هنعمل كيكه الريد فيلفت. الريد فيلفت كيكه طعمها جميل جدا، تتميز بطراوه الكيكه بتاعتها وكمان طعم الكريمه المميزه عن اي كريمه تانية خالص. ان شاء الله تشوفوا الفيديو يعجبكم، تعملوا لايك للفيديو، تشتركوا في قناتي وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا اشعار بكل فيديو جديد انزله. يلا بينا نشوف الطريقه. هنا معايا 4 بيضات، طبعا لازم يكونوا بدرجة حرارة الغرفة، وفانيليا وخل علشان خاطر زفارة البيض، وكمان كوباية زبادي، وهنا دي نص كوباية زيت نباتي. هضربهم كويس جدا بالمضرب او بايدينا، بالمضرب اليدوي اقصد، لحد ما يبقى قوامهم كده. وبعدين هنا ده معايا نص كيلو من دي الريد فيلفت. طبعا ده دقيق جاهز، انا مشتريه طبعا من محلات مستلزمات الحلويات. حطيته وضربته لحد ما المكونات كلها امتزجت مع بعض بالشكل ده. طبعا هو بيختلف ريد فيلفت عن الدقيق الاسبونج. الدقيق الاسبونج بنضربه لحد ما يبقى قوامه كريمي، لكن ده لحد ما المكونات بس تمتزج ويبقى بالقوام اللي احنا شايفينه ده. هنا طبعا جبت صينية الكيك وحطيت فيها ورق زبدة، وبعدين حطيتها في الصينية بالشكل اللي احنا شايفينه، وبعدين حطيتها في الفرن على درجة حرارة 140 بالظبط كده، 140 او 145 درجة، لحد ما تستوي خالص. يعني ما خدتش معايا وقت كتير لان هي كميتها مش كتيرة. بس خرجتها وبعدين سبتها تبرد، وقطعتها 3 طبقات. بس طبعا طبقتين انا هستخدمهم، والطبقة الاخيرة دي انا هحطها في الميكسر افرمها لحد ما تبقى قوامها كده عاملة زي رملة، علشان هزوق بيها الكيكة. هنا تعالوا بقى نعمل الكريمة اللي طعمها بجد اكتر من رائعة. عبارة عن كوباية من القشطة، قشطة اللبن أو علبة قشطة بوك، وكمان كوباية من الجبنة الكريمي اللي احنا شفناها دلوقتي، وهنا دي نص كوباية من السكر البودر. طبعا السكر احنا اللي بنتحكم فيه، بنحب الحاجة مسكرة هنزود، بنحب السكر معتدل هنقلل كده يعني. هنضرب المكونات دي كويس جدا مع بعض لحد ما يمتزجوا مع بعض كده ويبقوا حاجة واحدة. وبعدين هنزل بكوباية من كريمة الخفق. كريمة الخفق دي طعمها جميل جدا، بتبقى كمان يعني بحب استخدمها في تزيين الحلويات، في تزيين الكيكات بالاكتر، اكتر من اللهم صل على النبي اتلخبطت في ايه، من الكريم شانتيه الخام طبعا. دي بتبقى طعمها غني جدا، وطعمها يعني بتبقى عاملة كده زي الايس كريم. بس كده. ممكن كمان الكريمة دي نزود عليها 200 جرام من الشوكولاتة البيضاء، بس انا اكتفيت بطعمها، لقيت طعمها جميل كده وغني، فقلت كفاية قوي كده. بس طبعا هنا الصينيه اللي انا عملت فيها الكيكه، انا ليه بحط فيها طبقه الكيكه؟ على اساس ان انا لما احط طبقتين فوق بعض يبقوا يعني يبقوا مستويين كده مع بعض، ما تبقاش يعني يبقوا فوق بعض كده، يعني ما تكونش واحده منحرفه عن التانية. بس كده هفرد الكريمه عليها، وبعدين هحط الطبقه التانية. طبعا انا في الاول سقيت الكيكه بميه وعسل ابيض. جبت معلقتين من العسل الابيض، وبعدين حطيت عليها ميه دافيه كده بحيث ان هي ايه، تدوب بسرعه معايا العسل، او ممكن شربات مخفف بميه يعني، او ممكن كمان 7. ده طعم جميل جدا. اهو عملنا الطبقه التانية، وبرضه احط الكريمه، وبعدين هسيبهم في التلاجة كده تمسك نفسها شويه كده لمده نص ساعه، وهخرجها احطها في البورد بتاعي او الطبق اللي انا حطيته فيه ده. يعني شوفوا لو مفيش بورد يعني مش هنحتار، هندور على حاجه كده تكون قد مساحه الكيكه بتاعتنا وهنحطها فيها. وهبتدي بقى ان انا احط عليها الكريمه اللي طعمها اكتر من رائع دي، واجلسها كده بيها لحد ما تبقى متساوية كده. وهنضف طبعا اطراف الكيكة اللي احنا شايفينه ده. حاول بقى ان انا اسويها كويس جدا. طبعا مكونات يعني هي مش رخيصة وكده، بس بتطلع معانا كمية كبيرة، بعكس لو اشتريناها من بره. هنشتريها من بره بأسعار بصراحة كل حاجة بقت غالية بره، واسعارها بتبقى عالية. فاحنا بقى لو عملناها في البيت، المكونات بتبقى غالية وكل حاجة، بس بتخرج لنا كمية كتيرة.
هنا طبعا الكيكه، طبقه الكيكه اللي انا قلت عليها ان انا هحطها في الميكسر وافرمها، بقت بقوامها رملي زي ما احنا شفنا كده. هبتدي بقى ان انا احطها في الاطراف وازين بيها الاطراف الاول زي ما احنا شايفين كده. قوامها كده وشكلها بيبقى عامل زي كأنها قطيفة، عاملة زي قماشة القطيفة كده، وشكلها بصراحة بيبقى جميل كده وبيشد. اهو خلصتها كده بقت بالمنظر ده. وكمان هحط من فوق برضو، هرش كده من فوق. ممكن اكتفي بان اسيبها كده وخلاص، خلصت التزيين بتاعها، بتبقى بالمنظر ده برضو مش وحشة، حلو برضو يعني جميلة. واكتفي بالكريمة اللي من جوه بس. بصراحة يعني انا حبيت ان انا استخدم الكريمة كلها، يعني ما شيلش منها حاجة. فقلت عايزة اخلص الكريمة كلها، اعمل ايه؟ عملت كده بالشكل اللي احنا شايفينه ده. الكريمة بتتزحزح منها على اساس ان طبقة الكيكة اللي محطوطة بتخليها ما تثبتش زي ما احنا شايفين، بس انا هحاول ان انا اسرع واثبتها ان شاء الله بالشكل اللي احنا شايفينه ده. كريمة مش عايزة اقول لكم قد ايه طعمها اكتر من رائع. مكوناتها الجميلة اللي هي عبارة ايه عن ايه. هفكركم بقى بمكونات الكريمة. عبارة عن علبة قشطة بوك او قشطة اللبن اللي احنا بنشيله من اللبن، وكوباية من جبنة الكريمي، وكمان نص كوباية سكر بودر. بنضربهم كويس جدا مع بعض، وبعد ما بنضربهم يبقوا قوامهم كريمي بنضيف لهم كوباية من كريمة الخفق. وممكن كمان نضيف للكريمة 200 جرام شوكولاتة بيضة، بس انا اكتفيت بالطعم ده بالمكونات دي كفاية قوي كده. لقيت طعمها جميل جدا، فقلت بقى مش لازم يبقى شوكولاتة بيضة معاهم. وعايزة كمان افكركم كمان بمقادير الريد فيلفت. الريد فيلفت بنشتريه من محل مستلزمات الحلويات. جبت نص كيلو دي ريد فيلفت، وكمان كوباية زبادي، ونص كوباية زيت نباتي، واربع بيضات، وفانيليا، ومعلقة خل عشان زفرت البيض. بس كده بنضربهم لحد ما يمتزجوا كلهم مع بعض. مش لازم يبقى قوامهم كريمي زي دي الاسبونج. ونحطهم على درجة حرارة 145. ما خدتش مني وقت كتير، اقل من نص ساعة لحد ما استوت. وبس كده. علشان اكسر كمان اللون الابيض ده هرش عليها كيكة من اللي انا فرماها في الميكسر. ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ كيكة ريد فيلفت طعمها بجد اكتر من رائع، واحسن كمان من اللي بنشتريها من بره. يا رب الفيديو يكون عجبكم. متنسوش تعملوا لايك للفيديو، تشتركوا في قناتي، وكمان تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا اشعار بكل فيديو جديد انزله. وربنا يحسن ما بين ايديكم، والى اللقاء في فيديو جديد.